يروحوا مثلا هم حابين الطعام اللي هو الكسكسي، احنا نقولوا له الطعام اللي هو في الجزائر. هنا عندنا لو كان تمشي في كل هنا في العاصمه عنده اسم وعنده شكل وعنده طريقه تاع اكل. في الغرب عنده اسم وعنده شكل وعنده طريقه تاع اكل مختلفه تماما. في الشرق والله غير حكايه اخرى، يعني حتى في جيجل وصلوا انه يتخدم حتى مع السمك. طبيعه المدينه الساحليه تروح للصحراء عندك انا برك اللي نعرفها مثلا غير في ولايه الجلفه 3 مناطق ولا 4 مناطق يخدموا الطعام الكسكسي بطريقه مختلفه وبتكوينات مختلفه بتنويعات مختلفه. في المروك بوسبير اللي هو التراث العالمي الوحيد اللي عندهم، اللي هو الوحيد تاعهم صح، واليونسكو دايرته باسمهم. في المروك يحكي لي واحد انا الله عليه وصلني قال لي والله يا مصطفى ما تقدرش تمضغوا، ما يعرفوش يصنعوه، مش تاعهم، مش ثقافتهم، مش تراثهم، خاطيهم. احنا في الجزائر هنا تاكلوا يذوب في الفم، يذوب بمعنى يذوب. في الجلفه انا نعرف تاع مسعد يخدموه بطريقه نتاع جهه نتاع عين والساره والنويرات، احنا نسموهم نويرات، يخدموا الطعام بطريقه اقسم لك برب الكعبه والله غير تحطوا في فمك يذوب، والله غير يذوب. ما تمضغش، لا ما تمضغش، مش محتاج انك تمضغ، يذوب في فمك، ما يلحقش القرجومه تاعك يكون ذاب. والمكونات تاعو الدهان، يعني الدهان شوف المروكي دوكا قاعد هكا، المروكي راه قاعد حال فمه سمكه الشبوط وراه يكتب دوكا راه سمع كلمه الدهان دوكا يحب يفهم واش الدهان هذا باش يروح يقول هو نتاعنا، باش يبعثوا باش صباح ربي يصبحوا عند بنت ازوراي يكتبوا لها في الرسائل يقول لها الدهان. والشكوى يعرفوا الشكوى؟ ما راك يعرف الشكوى دوك هاي يعرفوا الشكوى؟ يعرفوها؟ والله ما يعرف، والله ما يعرفوا. وتروح قلت لك انا التركيبه تاع الطعام، الزبده ولا الدهان ولا الليدام اللي يديروا عليه كل منطقه ورطالها، والله العظيم ما كاين هذه الجلفه وحده كاين 3 مناطق 3 انواع ولا 4 تاع الطعام، وذوقهم في مختلف المناطق تاع الجلفه مش كيف كل واحد كيفاش يدير التركيبه نتاعها وكيفاش يخدمها. وحتى الحجم تاع الحبه تاع الكسكسي يختلف من منطقه الى منطقه. في تلمسان يقولوا له السفاف، في العاصمه يقولوا له المسفوف، وكان يديروه باللوز والعسل، وكاين اللي يديروه بالسردين والحوت في جيجل، وكاين اللي يديروه باللحم تاع الخروف، وكاين اللي يديروه باللوبيا الماشطو، والاخر في منطقه القبائل. حكايه هذا غير الطعام. ندخلوا غير الطعام نروحوا للشخشوخه. الشخشوخه نتاع عنابه، عطينا اسم وعطينا شكل. عندنا البسكريه، عندنا المسعديه، عندنا المسيليه، هذا انواع تاع الشخشوخه تركيبات مختلفه. تروح حتى لحد سحاري، منطقه يسموها حد سحاري يخدموه بالعسل، الشخشوخه يديروها مش بالعسل، بالرب تاع التمر. هذا الكلام راني نقول فيه طلاسم والغاز بالنسبه للمراه اللي راهم يقولوا بلي طعام تراث مغربي. والله غير نتهدى واحد مروكي يطلع يتكلم عن الكسكسي والتنوع تاعو كيما راني نتكلم انا، ولا الشخشوخه كيما راني نتكلم انا، مستحيل نتحداهم. سراق التراث، زونات التاريخ، انا ما عارفش راني نقول زونات التاريخ ما عندهمش، ما كانش غير البغرير يا ودي 700,000 نوع، والله العظيم غير باصي بيه البغرير وحده، باصي بيه وحده كي تقعد تحكي عليه تحصل. يعني مأكولات الأطعمة الجزائرية اللي هي جزائريه، اللي هو مش قادر، انا قلت لك يخرجوا مروكي واحد يتكلم كيما راني نتكلم انا بالثقه اللي نحكي بها، لاني عارف بلي صح تراث جزائري. انا مسافرت ومشيت وحكيت مع الاجانب وحكيت مع العرب وكذا، اشياء بالنسبه لي من نقول فيها انا غريبه بالنسبه لي، وما يعرفوهاش. وتنوع انا قادر نحكي ندير محاضرات تاع 3 سوايع نقول نحكي غير الكسكس، غير الطعام نحكي عليه برك، هو برك نبداوها من الدقيق نتاعو حتى باش تسقيه. انواع يا سي محمد، انواع راني نقول لك، انواع موسوعه قادر ديروا في موسوعه. يجي لبسه الملابس، القفطان، المراه كانوا يقولوا ديالنا، يقول لك القفطان ديالنا والقفطان المغربي، القفطان قاعدوا يعاودوا فيها المغربي. والقاصي والداني يعرف باللي هذا جاي من الحضاره ولا الدوله العثمانيه، كامل الناس عارفينها.
هما يقول لك اودي احنا ما لحقتناش الامبراطوريه العثمانيه. قال لك ما لحقتكش سيتادير القفطان هذا خاطيك، باسكو كي تجي تحكي عليه راك تلقى عنده جذور عند الاتراك. واش جابك ليه انت؟ الزليج مثلا، الزليج تاريخيا موجود في القلاع نتاع الجزائر القديمه، قلعه بني حماد، سواء في المسيله ولا في بجايه، موجود قديم. هذا القلاع في زوج اقدم من المروك في حد ذاتها موجودين. وحتى التاريخ تاعهم احنا قلنا باللي الزليج هذا جاي من العراق، من بلاد الرافدين جاي، والحق مشى كاع على المنطقه، بداها من بلاد الرافدين، بدات من عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام، يعني الناس يحكوا عليه الحضاره الاشوريه. قال لك هو جاي يمشي 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 ينتشر في الزليج يا جماعه ماهوش الفايونس اللي ترسم فوقه. هذيك التقنيه هنا في الجزائر خدموها، بداو يرسموا. قال لك هو الزليج كيفاش يتخدم؟ الزليج يتخدم قطع فسيفسائيه يتخدم ويتم كل قطعه وحدها، يعني كل قطعه تصنع وحدها ويديروا هذيك الفسيفساء، هذيك الموزايك اللي هو الحيوان تاعهم الصنايبي. ما يعرفش يقول المنمنمات، قالوا منمنمات منمنمات منمنمات، ما يعرفش يقولها. حتى دومير قالوا يا ودي يسموه المنمنمات، ما يعرفوش. قلت لكم سراق زونات التاريخ، ما عرفش حتى يقولها، ما عرفش ينطقها. منمنمات قالوا منمنمات ما عرفش ينطقها لانها خاطياته، مش ديالو، مش خاطيته، سارقها.